ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم في فيديو متأخر حبتين. روبرت داوني جونيور رجع لعالم مارفل السينمائي مرة تانية. فاجئنا كيفن فايجي الاسبوع اللي فات في كوميك كون برجوع الروسو براذرز اللي كانوا عملوا افلام زي كابتن امريكا وينتر سولجر، سيفل وور، وافنجرز انفينيتي وور، وافنجرز اند جيم، وانهم هيبداوا يشتغلوا على فيلمين جداد اللي هم افنجرز دومز داي اللي هينزل 2026 وافنجرز سيكريت وور اللي هينزل في 2027. جو روسو بدأ إنه يتكلم إنه مبسوط إنه رجع، وإنهم عشان يعملوا حاجات خيالية عشان المالتي يونيفرس في مارفل. قدم الشخصية الوحيدة اللي هتقدر تلعب دور دكتور فون دوم، وبيظهر إنه هيبقى روبرت داوني جونيور هو اللي هيلعب الدور ده، وبيقول ماسك جديد بنفس المهمة. تعالوا مع بعض ندردش شوية نشوف هل كان في ممثلين تانيين ممكن يلعبوا دور دكتور فون دوم في عالم مارفل السينمائي ولا لأ. في عندنا اسامي كتير جدا كانت مرشحه ان هي تلعب الدور ده، زي مثلا كريستوف وولتز، براين كرانستون، ماد مايكلسون، وكيليان ميرفي. كيليان ميرفي كان الفتره اللي فاتت كان في كلام كتير جدا انه هيبدا ينضم لعالم مارفل السينمائي، وكان الكلام انه هيمثل دور دكتور فان دوم. هل اختيارهم لروبرت داوني جونيور في محله ولا لا؟ زي ما احنا عارفين ان شخصيه روبرت داوني جونيور اخر شخصيه هو كان مثلها في عالم مارفل السينمائي في عالم 616 كانت ايرون مان، وايرون مان مات زي ما شفنا في فيلم اند جيم. طب هل مثلا هيبقى في عالم موازي في شخصية ايرون مان هي شخصية دكتور فون دوم زي ما حصل في الكوميكس، ولا ممكن يعملوا زي برضه ما حصل في الكوميكس انه دكتور فون دوم بدل وعيه وجسمه بجسمه ووعي توني ستارك ومسح له الذاكرة، ودوم بدأ انه يتنعنش في ثروة توني ستارك وبوظ اسم شركة ستارك، وتوني ستارك الحقيقي اللي بقى دكتور فون دوم بدأ انه يعمل ابحاث جديده ويعمل ارك رياكتور وعمل شركه لوحده، وفي الاخر بيقابل دكتور فوندوم وبيعرف الحقيقه، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ نيجي للخبر التاني. كيفن فايجي كمان اتكلم عن الفيلم اللي جاي اللي هو فيلم فانتاستيك فور فيرست ستيب، وورانا كام صوره كده للفيلم، وقال ان المين فيلن في الفيلم ده هيبقى جالاكتوس، وقال كمان ان دكتور دوم هيظهر في الاندنج سين للفيلم، وقال كمان ان الفيلم مش هيتكلم عن الاوريجن ستوري او انهم جات لهم القوه بتاعتهم ازاي، لكن هيحكي قصه تانية للشخصيات. الفيلم هينزل 2025 وهيبقى من ضمن الفيز 6. اللي هيمثلوا الشخصيات هم بيدرو باسكال كاريد ريتشارد، فانيسا كيربي هتبقى سو ستورم، جوزيف كوين هيبقى جوني ستورم، ايبون موس باكراك هيبقى بين جريم، جوليا جارنيه هتبقى سيلفر سيرفر، ورالف انيسون هيبقى جالاكتوس. قال كمان ان الاحداث هتبقى في سنه 1960 وانها هتبقى في عالم موازي تاني. نيجي بقى الخبر هيوجع القلب شويه. جوناثان ميجرز حزين جدا على اللي حصل له، لانهم بدلوا الشخصيه اللي كان بيمثلها اللي هي كانج بدكتور فان دوم انها هتبقى المين فيلن او الشرير الاساسي في الفتره او الساجا اللي جايه اللي هي بتاعه المالتيفيرس. اتكلم كمان عن ماضي روبرت داوني جونيور اللي كان مدمن مخدرات، وإزرا مايلر ممثل شخصية فلاش اللي اتعمل له بلاغات كتير جدا ضده، لكن دي سي رجعته انه يلعب دور فلاش كذا مرة، وقال انه لازم يبقى فيه فرصة تانية ليه هو، وهو مش فاهم ليه ده حصل مع الناس التانية لكن هو لأ. وقال انه عايز يرجع تاني يجسد شخصية كانج لانه حب الشخصية جدا وكان نفسه يكملها. بس كده ده كان فيديو سريع اللي حصل كام يوم اللي فاتوا في كوميك كون ورجوع روبرت داوني جونيور لدور دكتور فون دوم اللي اكيد هيبهرنا كلنا. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.